السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من بونو وكاد يفقد والدته بسبب الجزائر. أشياء لا تعرفها عن حارس شباب المغرب بن غزيل. أضحى اسم طه بن غزيل يتردد في كل بيت مغربي بعد وقوفه مرة أخرى ليبرهن عن جودته ويقود أشبال الأطلس للتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب بإندونيسيا، عقب تنصيب نفسه نجماً لمباراة إيران وتصديه لركلتي ترجيح بشجاعة وبسالة منقطعة النظير. وفي هذا الفيديو سوف تتعرفون أكثر عن البطل المغربي، قصته مع منتخب الجزائر، وسبب تعرضه للضرب الغاشم على أيديهم، وكيف يمتلك أرقاماً أفضل من ياسين بونو. ولد طه في مدينة المحمدية عام 2006 وتلقى تكوينه في أشهر مدارس كرة القدم حالياً، ليس فقط داخل المغرب بل وفي العالم، أكاديمية محمد السادس، والتي أثقلت موهبته وجعلته على أبواب الاحتراف في كبرى الدوريات الأوروبية، ويتم تحضيره حالياً ليكون حارس المستقبل للمنتخب المغربي الأول. قصته مع المنتخب الجزائري. ذاع صيت بن غزيل حين تألق في البطولة العربية منذ أكثر من 6 أشهر، ثم اشتهر أكثر حين انتشرت له مقاطع فيديو وهو يتعرض للضرب من قبل نجوم شباب الجزائر بعد المباراة الشهيرة آنذاك. وقال طه إن أكثر شيء تسبب في حزنه سماعه لخبر تأثر والدته حين رأت تلك المعركة، وكونها مريضة قلب كاد خوفها على حياة ابنها يهدد صحتها. أفضل من بونو. زاد اليقين داخل قلوب المغاربة بأن بن غزيل حارس استثنائي في ركلات الترجيح، وحتى لو كان ياسين بونو متمرساً في تلك اللعبة الذهبية، فطه يمتلك موهبة استثنائية. فمن ينسى عندما أضاع لاعبين من المغرب ركلتي ترجيح ضد مالي في نصف نهائي بطولة إفريقيا، واحتاج الأسود وقتها لمعجزة من أجل التأهل للمباراة النهائية، فتصدى بن غزيل ل3 ركلات دفعة واحدة، ولم يصدق أي شخص السيناريو المجنون. وها هو الحارس الصغير يكرر تفوقه في ركلات الترجيح ويتصدى لركلتين ضد إيران ليثبت أنه حارس مرمى فريد من نوعه في مواجهة خصومه من علامة الجزاء. مفاجأة وراء ناديه المفضل في المغرب. لا نحتاج للكثير من التفكير في ولاء طه بن غزيل لنادي شباب المحمدية، كونه حفيد الإطار المغربي عبد السلام بن غزيل أحد رموز النادي، ووالدها أيضاً كان حارساً في مسيرته. ولكن هناك فريق آخر يفضله طه في المغرب، ففي حوار سابق له رحب الحارس الشاب بفرصة تمثيل نادي الوداد الرياضي، وقال إنه لا مانع لديه من تمثيل عملاق كازا، ولكنه لا يفكر سوى في الاحتراف الأوروبي والسفر لواحد من دوريات العالم الكبرى، على غرار ما فعله نجم حراسة مرمى الوداد السابق ياسين بونو، الذي يعتبره بن غزيل قدوته ومثله الأعلى رفقة أسطورة حراسة المرمى العربية بادو الزاكي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.